تعبتي من الوجع اللي بتحسي بيه وانتي بتتقلبي على السرير او وانتي بتقومي؟ من اكتر الحاجات اللي الحوامل بتعاني منها في الشهور الاخيره هي ان هي تتقلب على السرير او ان هي تقوم من على السرير. يبقى يوم اسود لو نسيتي ودخلتي نمتي في نص السرير، تبقي عايزه حد يدحرجك كده لحد طرف السرير عشان تعرفي تقومي. فتعالي بقى اقولك انتي ليه بتحسي بالوجع ده، والوجع ده ازاي بيحصل وازاي تخليه يختفي. اللي بيحصل ان انت مثلا نايمه على جنبك اليمين وعايزه تتقلبي الناحيه التانية علشان تقومي، فوانتي بتتقلبي بتحملي على رجل او على ناحيه واحده من جسمك اكتر من التانية علشان تلفي الناحيه التانية. فجاه تلاقي نفسك بتصوتي بسبب الم في ظهرك وفي الحوض، وممكن كمان يسمع في رجليكي، ممكن يسمع في الناحيتين، ممكن يسمع في ناحيه واحده على حسب حالتك. السبب في الوجع ده بنسبه كبيره بيكون بسبب المرتبه بتكون طريه، سطح مش ثابت. كل ما كانت المرتبه بتروح وتيجي معاكي كل ما كانت الاوجاع اللي هتحسي بيها وانتي بتقومي من عليها اكتر. طول فتره الحمل وانتي عماله تخشي في الشهور الاخيره، طول ما وزنك بيزيد عماله تتقلي، وكمان جسمك عمال يرخي نفسه اكتر علشان بيجهز ليوم الولاده. في الطبيعي عشان نعمل اي حركة لازم العضلات المسؤولة عن الحركة دي تكون قوية كفاية ان هي تقدر تعمل الحركة دي، ويكون جسمي عليها كنترول قوي علشان يقدر يعمل الحركة دي بشكل صح. يعني لازم اكون بقدر اتحكم وعندي كنترول قوي على العضلات بتاعتي. وبسبب هرمونات الحمل والوزن الزيادة مع الاسف بتفقدي الكنترول على عضلاتك، وبتفقديه اكتر واكتر وانتي على سطح مش ثابت. يعني وانتي بتقومي من على المرتبه انتي بتحطي اكبر لود على العضلات دي، وهي يا عيني عضله غلبانه بتحاول تسرفايف من اللي بيحصل فيها. طيب ايه اللي المفروض تعمليه؟ كل اللي هتعمليه ان احنا بنقوي العضلات بتاعه الحوض والعضلات بتاعه الجلوتس وعضلات الرجلين، ان هي تكون بقوه كفايه وان يكون فيها كنترول زياده اقدر اتحكم فيها كويس. وده بيحصل عن طريق ان احنا بنشغل العضلات دي ونقويها ونمرنها في الاول على سطح ثابت. التمارين دي بتكون عباره عن اجزاء من الحركات اللي انا بعملها على السرير، بس بحاول ان انا اقوي فيها العضلات وفي نفس الوقت اقدر اتحكم فيها كويس. طيب تمارين زي ايه؟ من اقوى واشهر التمارين اللي ممكن تتعمل التمرين ده. تقعدي في وضع اسمه كوادربيت بوزيشن، تبقي محمله جسمك على ايديكي ورجليكي بالشكل ده، وبترفعي رجليكي اليمين مع ايديكي الشمال، وبتعملي ده مجموعتين او 3، كل مجموعه بتكون 10 عدات. وبعد كده بتعكسي الرجل والايد التانية. وانتي بتعملي التمرين مهم جدا ان انتي تكوني متحكمه في الحوض بتاعك. الحوض بتاعك ما بيرقص، ما بينزلش ويطلع معاكي ولا بيميل ولا بيتحرك من مكانه، بيكون ثابت. فالتمرين بيتعمل قدام مرايه او يبقى حد باصص عليكي متاكد ان انتي بتعملي التمرين صح. من نفس التمرين بترفعي رجليكي بالجنب علشان نمرن عضلات الجلوتس. بنمرن برضو ناحيه، كل ناحيه 3 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. وممكن نعمل التمرين ده بريزيستنس باند. ومن نفس التمرين برضو بنرفع رجلينا لورا علشان نمرن جزء تاني من عضلات الجلوتس. وممكن برضو نعمله بالريزيستنس باند، مفيش اي مشكله. برضو في الاتنين بنتاكد ان الحوض بتاعنا ثابت، ما بيرقصش وما بيلفش مننا يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا. تمرين كمان مهم وقوي جدا اسمه تمرين البريدجنج. ان انت بتنامي في الوضع ده وبتقومي رافعه وسطك كله لفوق وانت محمله على رجليك الاتنين. برضو بتاخدي بالك ان الوسط معانا ثابت. ولما نعرف نعمل التمرين ده كويس قوي ممكن بعد كده نعمل نفس التمرين بس نحمل على رجل واحده. نعمل مجموعتين واحنا محملين على رجلينا اليمين، ومجموعتين مثلا واحنا محملين على رجلينا الشمال. اخر تمرين ممكن تعمليه هو ان انت بتنامي في الشكل ده وتحطي زي فوطه او كوره ما بين رجليكي، وتحاولي ان انت تفضلي ضغط عليها مثلا 5 ثواني وتريحي. برضو بنعمل 3 مجموعات. حاجه كمان ممكن تعمليها ان انت تحاولي تنامي على مرتبه ناشفه شويه، بس نتعود بالتدريج. وبس كده. الهدف من الفيديو ده هو نشر الوعي بدور العلاج الطبيعي في تخصصاته المختلفه. المفروض ان انت بتروحي لدكتور علاج طبيعي بيعمل اسسمنت لحالتك وبيوريكي التمارين دي بتتعمل ازاي، وبيقولك على التمارين المناسبه ليكي وبتعمليها في الجلسه مع حاجات تانية كتير. انا دكتور ندى عادل ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.